عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي الكبير أو أينما كنتم. نرحب بكم في لقاء النصر والهلال في مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين في أسبوعها الأخير. نزل أعضاء فريق النصر إلى أرض الملعب الآن. احتياط فريق النصر في لقاء اليوم. نامل إن شاء الله أن نستمتع بلقاء مثير وممتع. مباريات النصر والهلال طبعا دائما وابدا تكون حساسه وقويه بالنسبه للفريقين، واللي اتمناه انها تظهر بالمظهر الجيد والمتوقع منها، والحكام برضه يساعدون على اظهارها بالشكل المطلوب. وطبعا في اغلب الاحيان النصر دائما هو المنتصر باذن الله، و3 نقاط حليف باذن الله. أتمنى أنها تكون في نفس الصورة اللي طلعت فيها المباريات السابقة بين الفريقين. دائما المستوى الفني مرتفع، الأخلاقيات عالية جدا خاصة بين الفريقين، بصرف النظر طبعا عن التنافس الجماهيري، لكن الفريقين الحقيقة يتمتعون، يلعبون الكرة للكرة في خاصة مثل هالمباريات. لكن كتمني شخصي طبعا أتمنى إن شاء الله 3 نقاط بإذن الله. أما نحن مشاهدينا الكرام فنتمنى أن نستمتع وإياكم بلقاء مثير قوي من الفريقين، وبغض النظر عن من يكسب منهما فالمهم هو أن يقدم الفريقين النصر والهلال كل ما يمتع السادة المشاهدين خلف الشاشة في منازلهم، ويمتع أيضا الجمهور الغفير المتواجد في هذا الاستاد الرائع. أما قائمة الهلال فتضم عبد الله الدعيع، أحمد الدوخي، الليجا، ليتانا، عبد الله الشريدة، خالد رشيد، خميس العويران، فيصل أبو اثنين، منصور الموينع، خالد التيماوي، يوسف ثنيان، سامي الجابر، والمدرب ويليام فان هانجيم. لا تزال الصورة على لاعبي الهلال الأساسيين. أما حسين المسعري فهو يشارك في لقاء اليوم كلاعب احتياطي، بالإضافة إلى يوسف الحيائي وحسن نمشان وسلمان العمران وصالح السلومي. هذا جانب من الجمهور الذي يحضر هذا اللقاء. هداف المسابقة أوهين كينيدي ب13 هدف، وقائمة النصر تضم مضحي الدوسري، مصطفى ادريس، عبد العزيز المليفي، خالد الفرحان، عبد العزيز الجنوبي، صالح المطلق، احمد نصيب، عبد الله القرني، يوسف فوفانا، محيسن الجمعان، واوهين كينيدي. ومدرب الفريق مدرب الوطني يوسف خميس. وفي احتياط النصر محمد خوجلي، ماجد عبد الله، خالد الغفيلي، خالد الدحيدح، ابراهيم العيسى. شكرا لزملاء الفنيين ولمخرج اللقاء على هذه اللمحات التي شاهدتموها كما عودكم كل الزملاء في تلفزيون المملكة العربية السعودية بلمحات فنية رائعة قبل بداية المباريات وأثناءها. لهم كل الشكر أيضا على جهودهم الكبيرة من خلال نقل المباريات العديدة في الأسبوع 22 وهو الأسبوع الأخير. أيضا يقام في نفس التوقيت لقاء الاتفاق والطائي، وسنوافي إن شاء الله مشاهدينا الكرام بنتيجة هذه المباراة أثناء متابعتنا للقاء الهلال والنصر. نزل قبل قليل طاقم الفريق النصراوي، وبانتظار أيضا نزول أفراد فريق الهلال. الآراء الفنية للمحللين والصحفيين. حكم المباراة يضبط ساعته مع رجال الخطوط وأيضا مع حارسي المرمى في الفريقين، وبسم الله باتجاه كندي ومع ليتانا. فوفانا يغطي، وخطرة للنصر ملعوبة إلى ليتانا اللي هياها، وإلى ضربة زاوية. خطر الكرات اللي تقع بين كندي وفوفانا. عبد العزيز الجنوبي لمحيسن الجمعاني، هياها للجنوبي إلى محيسن،
وتغطية من عبد الله الشريدة وإلى رمية جانبية لصالح النصر. عبد العزيز الجنوبي باتجاه كينيدي إلى الجنوبي عرضية اليمين لفيصل من الهلال، سريعة إلى خالد الفرحان، أرضية مقطوعة لفوفانا، وفوفانا يقود هجمة للنصر وينتظر زملائه أيضا. فوفانا يعدي من منصور الموينع ويعدي أيضا، مقطوعة لصالح الهلالي، التهيئة لخميس العوير على النصر، محيسن الجمعان، وقلنا أن الكرات العكسية تشكل خطورة على المرمى، والجمعان يحاول يتعدى خطأ لصالح النصر في منطقة أمام ال 18 الهلالية. لسه قبل شوية قلنا أن النصر يحاول استغلال الانجاحات الصد الهلالي، وعبد الله القرني يسدد، تصدم في الكندي، خطأ لصالحه على ليتانا. مصطفى إدريس، هيا كرة جهة اليمين وعرضية إلى محيس الجمعان وأحمد الدوخي، وضرب مدرب الهلال عندما يكون كرات خطرة، وجاء من خطأين لصالح النصر في مكان خطر. يوسف ثنيان حاد صد من لاعبين، وأحمد الدوخي معه على يمينه، وكل اللاعبين في ملعب النصر، وضربة حرة مباشرة لصالح الهلال. يوسف ثنيان يسدد، جول! هدف حلو بتوقيع يوسف ثنيان، جول هلالي أول، وحلو من يوسف ثنيان، اللاعب الذي لا يختلف عليه اثنان. يوسف ثنيان يسجل هدفا هلاليا رائعا على يسار مضحي الدوسري، يستحق الاعجاب الحقيقه. كل لاعب يسجل اهداف رائعه، وواحد منهم يوسف ثنيان. شوف اعاده لها بالبطيء، حلو وفي زاويه صعبه جدا على مضحي الدوسري، وهيحلو اللعب من الفريقين. يا سلام عليك، مقطوعة كرته القرني إلى أحمد نصيب، وعلى يسار كندي، وأحمد عبد الله القرني على اليمين يلعبها سريعة لعبد الله، عرضية باتجاه كندي وإلى عبد الله دعية، كرة سريعة ملعوب، كرة لمصطفى إدريس وعبد الله القرني، وعرضية خطرة لصالح فوفانا المتروك من غير رقابة. يعني كان شكلها رايح للجول من فوفانا، ولكن مرت، شوف إعادة لها بالبطيء، مرت بسلام بالنسبة لي. عبد الله طويلة لمحيسن الجمعان، ومع خميس العويران يحاول يعدي محيسن، تتخلص، يهيئها لفوفانا، خطرة للنصر وحلوة من فوفانا، جول! حلو بتوقيع فوفانا. الكرات العكسية خطرة، واحدة منها جول للنصر، حلو من يوسف فوفانا. الهجمات العكسية حلوة، وفوفانا تقريبا هدف مشابه لهدف فوفانا في الدور الأول. هدف فوفانا في الدور الأول كان عالي، والكرة هذه أرضية. تعادل الفريقين بهدف لهدف، حلوة، يا سلام عليك يا فوفانا في الزاوية البعيدة. لاعب ممتع جدا فوفانا، ومتمكن أمام المرمى. حلوة من يوسف فوفانا، وهدف لهدف، والدقيقة 38 من الشوط الأول. كرة ليوسف اطلق، محيسن الجمعان، هاجمة لفوفانا سريعة، يعدي محيسن، وخطأ لصالح محيسن الجمعان على منصور الموينع، ويتلقى منصور بطاقة صفراء من حكم المباراة.
لف ضربة الزاوية عرضية وملعوبة بالراس باتجاه المرمى. محيسن الجمعان يتقدم النصر بهدفين. حلوة من محيسن في غفلة من الدفاع الهلالي، سجل الجمعان الهدف النصراوي الثاني، يتقدم النصر 2-1. حلوة من الجمعان وتوقع سليم من محيسن للكرة ولعبها بالراس. هدف ثاني من كرة ملعوبة من صالح وانتهت إلى محيسن الجمعان واللعبة كهدف ثاني لصالح النصر في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الثاني. محيسن الجمعان بالقدم استغل الكرة الراسية ولعبها باتجاه المرمى. شوف في مباراة زي هذه الغلطة جول، الغلطة جول، وهذا اللي حاصل الآن. هجمة للنصر الجنوبي، النصر وتغطية من الجنوبي ويلعبها التماوي، تصدع جول، جول هلالي، تعادل. يا عيني على اللعب الحلو ويا عيني أيضا على الأهداف، وشكرا للاعب الفريقين. اللعب الحلو حلو ما فيها كلام، يستحق التصفيق والتشجيع والتهنئة، ويستحق كل مجتهد وكل لاعب بشكل حلو أن يلقى التحية. حلوة يا تيماوي، حلوة 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 زي ما أقول لفوفانا ولمحيسن الجمعان، وكل لاعب يقدم عطاء رجولي وعطاء ممتع. نصفق للجميع. شوف التيماوي باتجاه المرمى النصراوي 2-2، وماجد عبد الله يستعد للتغيير وشويه ونقول لكم نتيجه لقاء الاتفاق والطائي. حلوه الحقيقه من فريق فوفانا. كينيدي يعدي ولا يمرر لفوفانا، ومن فوفانا الى مصطفى ادريس، ولعب هجومي بمعنى الكلمه. كره للقرني، القرني يحاول يعدي من التيماوي مع خالد، يعدي عبد الله وعرضيه امام المرمى وفي رايه وتسلل في رايه من حسين الحسن. محمد الشريف اللي اطلق صافره الان معلنا عن نهايتها بتعادل الفريقين، وبالتالي تاهل الاتحاد والاهلي والنصر والهلال للمربع الذهبي. تقبلوا مشاهدينا الكرام اطيب التحايا من الزملاء المصورين والفنيين، ومن مخرج المباراه الاستاذ عبد الرحمن العنيق، ومن محدثكم ناصر سعد الاحمد. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.